يبدأ الفيلم مع نورها وإيليك، شابين في العشرينات من عمرهم وبيكونوا مرتبطين وعلى وشك الخطوبة. في يوم بيقرروا هما الاتنين إنهم يقضوا أجازة في قرية في الأرياف بعيد عن دوشة المدينة اللي عايشين فيها. وأثناء ما هما ماشيين في الطريق بيتوهوا، وبتطلب نورا منه إنه يقف على جنب في أول استراحة هتقابلهم، وده لأنها محتاجة تدخل الحمام. لما بيقفوا عند الاستراحة بيلاقوها مقفولة، فبتروح نورا تدور على الحمام ورا الاستراحة، وبتشوف نورا خيمة فاضية في الساحة اللي ورا الاستراحة، لكنها بتلاحظ إن موجود فيها متعلقات شخصية، يعني زي تليفون ومحفظة وهدوم، لكنها مش بتشوف صاحب الخيمة نفسه. ومن بعيد بنشوف جمجمة واقعة بين الأعشاب، لكن ما بتشوفهاش نورا. ولما بترجع نورا بتحكي لإيريك على اللي شافته، وبتكون مستغربة إن صاحب الخيمة سابها ومشي. فبيطمنها إيريك وبيقول لها إنه ممكن يكون اضطر يمشي بسرعة ونسيهم، أو هيرجع ياخدهم مرة تانية. وأثناء ما كانوا بيتكلموا بيكتشف إن البنزين اللي في عربيتهم قرب يخلص، وده لأنه بيكون لسه ما قدرش يوصل للطريق الصحيح ولا يعرف مكان البنزينة اللي على الطريق. وفجأة بيشوف ست عجوزة عربيتها عطلانة على الطريق، وبالرغم من مشاكل إيليك والبنزين اللي قرب يخلص منه، إلا إنه بيقرر يقف يساعد العجوزة، واللي بتسأل نورا على خاتم جوازها. ولما بتعرف إنهم مش متجوزين بتعاملها بكل استحقار، وبتقول لها إنها مجرد تسلية وخلاص وما تقدرش تتحمل مسؤولية الجواز. بتكون نورا مصدومة من طريقة تحول العجوزة وكلامها القاسي، وبيجي إيليك اللي بيتأسف للعجوزة إنه ما قدرش يوصل لمشكلة عربيتها وإنه معرفش يساعدها. فبتقول له العجوزة إنه راجل فاشل وما يعرفش يعمل أي حاجة في حياته أصلا، ده غير إنها ما طلبتش منه المساعدة. فبتتعصب نورا جدا وبتطلب من إيليك إنهم يكملوا طريقهم. لما بيرجعوا للعربية بتلوم نورا إيليك لأنه واقف لشخص غريب على الطريق، لكن إيريك بيبرر اللي عمله بإنه كان حابب يساعدها، خاصة إنها عجوزة وسنها كبير. وأخيرا بيقدر إنه يوصل للبنزينة، وبرغم من إنها قديمة إلا إنها بتكون مفتوحة وشغالة. بتدخل نورا تتكلم مع عامل البنزينة اللي بيبان إنه متوتر وحركاته غريبة جدا. بيسألوا إيليك على مكان يقدر يباتوا فيه الليلة دي قبل ما يكملوا رحلتهم تاني يوم. فبيقول لهم عامل البنزينة على فندق بسيط من الخشب على جنب الطريق الرئيسي، وبيعرفهم إن صاحب الفندق بيأجر الأوض بسعر رخيص جدا. فبيشكروا إيريك وبيخرجوا يكملوا طريقهم ناحية الفندق الخشبي. وبمجرد ما بيخرجوا من البنزينة بيقف العامل يراقبهم من الشباك. وفي العربية بتقول نورا لإيليك إنها مش مرتاحة للمكان وعايزة ترجع للمدينة من تاني، لكن إيليك بيكون تعب من السواقة وبيقول لها إنه مش هيقدر يكمل سواقة لحد المدينة، وعلشان كده بيقنعها إنهم يقضوا الليلة دي بس في الفندق علشان يرتاح ويقدر يكمل سواقة ويرجعوا للمدينة. وبيتفق مع نورا إنهم لو حسوا بأي شيء غريب أو مش طبيعي هيتراجعوا عن فكرة الفندق ويكملوا سفرهم للمدينة. وفعلا بيوافق إيليك وبيوصلوا للفندق، وبيشوف عربيات كتير قدامه. وبيطمن نورا بيقول لها إن في كتير غيرهم في الفندق ده وإنهم مش هيكونوا لوحدهم، لكن نورا بتكون مازالت مش مطمنة وخايفة من المكان. ولما بيدخلوا للفندق بيلاقوا الدور الأول فاضي، فبتقترح نورا إنهم يمشوا، لكن إيليك بيلاحظ أطباق وبواقي أكل على السفرة وبيعرف إن في ناس في المكان، علشان كده بيقرر يطلع يدور على صاحب الفندق في الدور التاني. فبتطلع مع نورا وبيلاقوا واحد على أرضية أوضة من أوض الفندق، اللي أول ما بيشوفهم بيقف بسرعة وبيتوتر وبيسألهم عن المدة اللي وقفوها هنا. فبيعرفوا إيليك إنهم لسه واصلين، وبيطلب منه يحجز أوضة فاضية لمدة يوم واحد. وبتلاحظ نورا ملامح صاحب الفندق الغريبة، وده بيخليها تخاف أكتر. وبيوصلهم صاحب الفندق لأوضتهم وبيقف يتكلم معاهم وعن أول مرة شاف فيها الفندق، ومن بعدها قرر انه يشتغل فيه لحد ما توفت صاحبة الفندق وهو ورثه. لكن نورا بتقطع كلامه بطريقة جافة وبتقول له انهم محتاجين يرتاحوا عشان يكملوا سفرهم. فبيعتذر صاحب الفندق وبيخرج، وبيلومها إيليك على طريقتها المحرجة اللي اتعاملت بيها مع صاحب الفندق. لكن نورا بتعرفه انه شخص غريب جدا وانها خايفة منه من كل اللي هنا. وبنشوف السرير اللي فوق اللي في أوضة نورا وإيليك وهو مليان بالدم، لكنهم مش بياخدوا بالهم منه وبيناموا هما الاتنين عشان يرتاحوا من تعب السفر. وبمجرد ما بيناموا بيخرج شخص غريب كان مستخبي تحت سريرهم، وبيكون هيئته أقرب لمزارع، لكنه بيكون لابس قناع غريب ومخيف على وشه. وبيقرب من نورا وإيليك وهم نايمين. تاني يوم بتصحى نورا من النوم وبتتفاجئ لما بتلاقي نفسها برا الفندق ومحبوسة في قفص حيوانات. فبتترعب وبتصرخ وهي بتنادي على إيريك علشان يساعدها، لكن بيظهر قدامها مزارع غريب وهو لابس نفس القناع المخيف، وبيخبط على القفص اللي محبوسة فيه نورا علشان تبطل تصرخ. وبتحاول نورا تلاقي أي طريقة تخرج بيها من القفص لحد ما بتلاقي صخرة بتحاول تكسر بيها القفل. وبيظهر المزارع من تاني ومعاه شخص بنفس هيئته ونفس القناع بتاعه، وبيرمي مادة غريبة على نورا بيخليها يغمى عليها فورا.
وبتفوق نورة مرة تانية، فبتلاقي نفسها في أوضة غريبة وهي متكتفة من إيديها ورجليها. وفجأة بيتفتح الباب وبيدخل مزارع وبيحقن نورة بحقنة غريبة شبه حقن الحيوانات. بالرغم من مقاومة نورة إلا إنه بيقدر يتغلب عليها، فبتصرخ نورة وبتطلب المساعدة لكن مفيش فايدة. وبعد دقايق بيدخل اتنين بنفس الأقنعة المخيفة وبيسحبوا نورة للقفص من تاني وبيتحركوا بيها في المزرعة. وبتلاحظ نورة إن كل الموجودين في المزرعة لابسين نفس الأقنعة طول الوقت وإنهم مش شايفين أي شيء غريب بيحصل كأنهم متعودين. وبتتصدم نورة لما بتلاقي جثة لشخص متعلقة في نص المزرعة، وواحد من المزارعين واقف بيقطع فيها كأنه حيوان. وبيوصل المزارعين بنورة لأوضة ضلمة وبيحطوها فيها. أما عند إليك فبيفوق وبيلاقي نفسه محبوس في قفص في حظيرة مواشي، وحواليه شباب كتير من سنه محبوسين بنفس الشكل، وبيحاول إنه يصرخ ويطلب المساعدة. وبيدخل المزرعة مزارع لابس قناع ومعاه اتنين تانيين من المزارعين، وبيبدأوا ينقوا من الشباب المحبوسة في الحظيرة، واللي بيختاروه بيسحقوه من رقبته بشبكة وبيضربوه ضربة قوية جدا على دماغه، فبيفقد الوعي فورا. وبيشوف اللي بيحصل للشباب وده بيخليه يترعب أكتر، وبيحاول بأي طريقة إنه يخرج من القفص، لكن بسبب حركته المفرطة وشغبه بيلفت نظر المزارع ليه، فبيختاره وبيسحبه بالشبكة وبيضربوه بقوة على دماغه فبيغمى عليه فورا. وبينقل المزارعين الشباب اللي تم اختيارها على عربية متحركة لمحل الجزارة. وبيروح المزارع صاحب قناع الخنزير لمحل الجزارة وبيسلم على الجزارين الموجودين فيها، وبياخد منها مخلفات المحل واللي بتكون عبارة عن أيادي بشرية. وأثناء ما كان المزارع في طريقه عشان يرمي المخلفات بيشوف مزارع تاني واقف جنب عربيته، فبيروح يساعده وبينقل معاه الضحية الجديدة اللي وصلت للمزرعة وبيحطها في الحظيرة. بعدها بيروح المزارع اللي بقناع الخنزير يقابل صاحب الفندق واللي بيسأله عن أخبار المزرعة واللي بيحصل فيها، وبيقول له إنهم محتاجين يزودوا وجبات الأكل لأن في ضيوف هتزوروا النهاردة. لكن المزارع ما بيردش على أسئلة وكلام صاحب الفندق. وبيروح بعدها صاحب الفندق لمطبخ المزرعة وبيقول للي شغالين هناك على التعليمات والوجبات الزيادة اللي محتاجينها، وبيطلب منهم إنهم يطبخوا بدقة وبدون أي أخطاء. بعدها بيجي لصاحب الفندق التليفون وبيكون من شخص مهم بيبلغه إنه هيزوره النهاردة، وعلشان كده بيقرر صاحب الفندق إنه لازم يستقبله بشكل وبطريقة مميزة. وبيروح المزارع اللي بقناع الخنزير مع صاحب الفندق للحظيرة اللي محبوس فيها البنات، وبتكون البنات محبوسة في قفص ومتوصلة بالأجهزة اللي بيستخدموها لسحب اللبن من الأبقار، وده لأنهم بيحقنوا البنات بمواد كيماوية وهرمونات بتزود من نسبة اللبن في أجسامهم، وبعدها بيستغلوهم وبياخدوا الألبان منهم. وأثناء ما كان صاحب الفندق بيشرف على كمية وإنتاج اللبن في المزرعة بيلاحظ إن واحدة من الستات اللي خاطفينهم معاها طفل صغير، فبيفتح القفص وبياخد منها ابنها، وبتتوسل له الأم إنه يسيب ابنها، فبيحط المزارع على الميزان وبعدها بياخده وبيقتله قدام عينيها وبيكسر جمجمته وبيرميه في الأرض بكل قوة وسط صرخات الأم المقهورة على ابنها الرضيع اللي مات قدام عينيها. وبعد ما بيخرجوا من الحظيرة بيدخل عامل بنزينة واللي بنعرف إنه مختل عقليا وبيشوف الأم وهي بتصرخ على ابنها، فبيضحك وبيتعامل معاها على إنها حيوان أليف، وده اللي بيخلي الأم تصرخ في وشه وتشتمه وبتقوله إنه مريض ومجنون. في الوقت ده بيجي اتصال لصاحب الفندق من زبون بيشتكي إنه لقى سن في اللحمة اللي أخدها منهم آخر مرة، لكن صاحب الفندق بيقدر إنه يمتص غضب الزبون ويحل المشكلة في نفس الوقت اللي بيدخل فيه واحد من المزارعين يشرف على إنتاج اللبن في الحظيرة. وأول ما بيدخل بيتفاجئ باللي شافه وبيجري على المزارع اللي بقناع الخنزير وبيقول له على اللي شافه، فبيجري صاحب الفندق وباقي المزارعين على حظيرة الألبان، وهناك بيشوفوا الأم اللي اتقتل ابنها من دقايق وبتكون مقتولة هي كمان. وبيعرف صاحب الفندق ان عامل البنزينة هو اللي قتلها لانها بتكون مطعونة بالرمح بتاعه، فبيأمر باقي المزارعين انهم يدوروا عليه ويلاقوه فورا، وبيلاقوه في مكان مهجور وهو بيلعب براس جثتين وكأنهم حيوانات وبياكلها، فبياخدوه لصاحب الفندق اللي اول ما بيشوفه بيتعصب عليه بسبب اللي عمله وبيعاقبه بانه يشتغل وقت اضافي في المزرعة، وبيعين واحد من المزارعين معاه علشان يمنعه من اي هروب يفكر فيه. وبيبدأ عامل البنزينة شغله وبيروح مع المزارع للحظيرة وبيحط للمأسورين الأكل بره القفص وبيعاملهم زي المواشي والأبقار، لكنه فجأة بيسيب صندوق الأكل وبيهرب من المزارع وبيروح لمشتل الأزهار وبياخد نبات معين وبيروح لصاحب الفندق اللي لما بيشوف النبات في إيده بيسامحه على اللي عمله وبيقرر إنه يتخلى عن عقابه. في الوقت ده بتسمع نورة صوت حد بيتألم من ورا السور، ولما بتقف عشان تشوف مين بيتألم بتلاقي بنت متوصلة بأجهزة حلب الأبقار وبيكون شكلها مرهق جدا، فبتسألها نورة عن سبب وجودها هنا واللي بيحصل فيها،
فبتقول لها البنت انه من الافضل انها ما تعرفش الحقيقة، لكن مع اصرار نورة بتضطر البنت انها تقول لها الحقيقة، وانهم محبوسين في مزرعة غريبة وهيفضلوا محبوسين للابد مهما حاولت الهروب، وان اصحاب المزرعة بيستخدموا الاسرى الستات اللي بيخطفوهم زي الابقار بالظبط وبيحلبوهم عشان ياخدوا منهم الالبان، وده بعد ما بيحقنوهم بهرمونات بتزود اللبن، في نفس الوقت بيحقنوهم بمواد بتخليهم ما يخلفوش نهائي. وبتقول لها البنت انها بقالها سنتين مخطوفة ومحبوسة في المزرعة، لكن ايامها هنا بقت محدودة، وده لان انتاجيتها من اللبن قلت، وعلشان كده المزارعين هيتخلصوا منها قريب ويقتلوها ويستفادوا من لحمها. وبتسمع نورة صوت بنت بتصرخ من الناحية التانية، وبتعرف ان ورا السور بنت اسمها اشلي خطفوها من اسبوعين، فبتطمنها نورة وبتقول لها انهم هيخرجوا من هنا قريب، لكن اشلي بتعرفها انها حاولت كتير تهرب من المزرعة لكن كل مرة بتفشل. فجأة بيتفتح الباب وبيدخل 2 من المزارعين وبيربطوا البنت اللي اعترفت لنورة بالحقيقة وبيقتلوها، وبيطلعوا كل الاحشاء اللي في جسمها وبياخدوها بيمشوا. بتكون نورة بتتابع اللي بيحصل وهي مصدومة ومرعوبة، فبتقع على الارض وهي منهارة. وفجأة بتحس نورة بالباب بيتفتح من تاني، فبتتخض لانها بتحس ان الدور بقى عليها، لكنها بتتفاجئ بإيليك قدامها واللي بيكون اصاباته قوية بسبب محاولات الهروب. فبتفرح نورة لما بتشوفه وبتحس بالامل انهم ممكن يخرجوا من هنا، وبيخرجوا بسرعة من الحظيرة وبيحاولوا يلاقوا مخرج يهربوا منه. وبتشوف نورة جرار فبتقرر تستخدمه عشان يهربوا من هنا، لكنها ما بتعرفش تشغله. وبتلاحظ واحد من المزارعين قريب منها، فبتنزل بسرعة من الجرار وبتساعد إيليك اللي بيتحرك بصعوبة بسبب إصابته. وبتشوف كنيسة قريبة منهم فبتجري تستخبى فيها هي وإيليك، ولما بتدخل الكنيسة بتحس بغرابتها وإنها مختلفة عن أي كنيسة تانية، وده لأن حتى الصور الدينية الموجودة في الكنيسة كلها بأقناع حيوانات زي اللي بيلبسوها أهل المزرعة. وقبل ما تلاقي نورة أي مخرج بتحس بحد بيقرب من الكنيسة، فبتستخبى بسرعة ورا الباب هي وإيليك. وبيدخل واحد من المزارعين في المزرعة وبيقعد يصلي في الكنيسة، فبتستغل نورة انشغال المزارع في الصلاة وبتتسحب هي وإيليك عشان يهربوا بره. لكن المزارع بيحس بحركة غريبة، ولما بيبص وراه بيشوفهم وهما بيهربوا، فبيجري المزارع وبيرن جرس الكنيسة عشان ينبه باقي المزارعين اللي في المزرعة. وبتجري نورة وهي بتساعد إيليك وبتسنده، لكن فجأة بتتعلق رجل إيليك في مصيدة حديدية، وبتحاول نورة بكل قوتها انها تساعده تفك رجله من المصيدة، لكنها بتفشل. وبتلاقي 2 من المزارعين بيهربوا منهم، فبتتأسف لإيليك وبتضطر انها تسيبه وتهرب، والا هي كمان هتموت معاه. فبيوصل المزارعين لإيليك وبيقتلوه بصخرة كبيرة عن طريق انهم يكسروا بيها راسه. تدخل نورة تستخبى في المزرعة من تاني، وبتشوف قدامها شاب محبوس في القفص، وبيفتش المزارعين المكان وبيشوفوش نورة. وبعد ما بيمشوا من المكان بتجري نورة وبتطلب من الشاب وبتترجاه انه يساعدها، وبيعرفها ازاي تقدر تهرب من المزرعة. وبسبب الحاح نورة عليه بيقول لها انهم بيستخدموا الاتوبيس الكبير في نقل البضائع، وانها هتلاقي المفتاح على الترابيزة في البيت الرئيسي. فبتشكره نورة وبتهرب وبتجري على موقف العربيات، وبتشوف عربية مفتوحة وقدامها واحد من المزارعين، فبتاخد شاكوش وبتجري عليه وبتضربه بالشاكوش فبيع يموت فورا. وبتفكر نورة انها تشيل قناع على الوش بتاعه وتشوف حياته، لكنها مش بتلحق لانها بتلاقي باقي المزارعين وراها. فبتركب العربية وبتهرب بسرعة من المزرعة، وبتحس نورة بانتصار انها اخيرا قدرت تهرب من المزرعة. لكن فرحتها مش بتكمل لان البنزين اللي في العربية خلص، والعربية بتقف منها في نص الطريق. فبتخرج نورة من العربية وبتجري بسرعة ناحية المزرعة من تاني. تدخل نورة مطعم المزرعة وبتحاول انها تهرب من شباك القبو، لكن بيوصل لها المزارعين وبيمسكوها من شعرها، فبتقدر انها تتخلص منهم وبتوصل للشباك. بالرغم من انهم بيسحبوها من رجليها لكنها بتستخدم كل قوتها عشان تهرب منهم. وبتفتكر نورة اشلي اللي كانت معاها في المزرعة، فبتجري على الحظيرة وبتنقذ اشلي وبتاخدها معاها. وبتشوف نورة الاتوبيس اللي قال لها عليه الشاب، فبتجري ناحيته لكنها بتفتكر المفاتيح، فبترجع تاني للبيت عشان تاخد المفاتيح، وفعلا بتلاقيها وبترجع مع اشلي تاني للاتوبيس. وبتسيب اشلي تقعد ورا وبتقعد نورة على كرسي السواق، وبتشغل العربية وبتحس بانتصار وبتبص لأشلي عشان تفرحها انهم نجحوا يهربوا، لكن بتلاقي أشلي واقفة مصدومة. والصدمة بتوصل لنورة لما بتلاقي اهل المزرعة كلهم قاعدين في الاتوبيس مستنيينهم. وبعد فترة بنشوف أشلي ونورة وهم مشويين زي الخرفان ومتقدمين لضيف صاحب الفندق المهم اللي بيكون قاعد في وسطهم ولابس قناع زي باقي أقنعة باقي المزارعين. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، وما تنساش تشترك معانا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.